مرحبا، راح نساوي اليوم شيش برك بس بعجينة الباف باستري. راح أرق عجينة الباف باستري كتير منيح بالشوبك لبين ما تصير العجينة رقيقة. بعدين بدي أقطعها لمربعات، ممكن أعملها مربعات كبيرة أو مربعات صغيرة على كيفك. بعد ما خلصت من تقطيع العجينة للمربعات، أنا كنت محضرة حشوة اللحمة من قبل، مقلية بصلة على النار، بعدين حطها مع اللحمة المفرومة، بعدين متبلتها بالملح والبهار والكزبرة الناشفة، وإذا بتحبي الثوم المطحون. راح أحط حشوة اللحمة فوق العجينة، لازم تكون حشوة اللحمة باردة. بعدين بدي أشكل العجينة على موديل الشيش برك مثل ما هو مبين بالفيديو. عجينة الباف باستري صارت جاهزة. بدي أشوي الشيش برك بالفرن، لازم أول شي أشويهم من تحت، بعدين بدي أحمرهم من فوق. راح أعمل هلأ اللبن بهي الطريقة، ما راح يلزمني كمية كبيرة من اللبن. راح يلزمني 2 كاسة من اللبن، 1 معلقة صغيرة من الثوم، بودرة الثوم أو الثوم المدقوق، 1 معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقتين صغار من الكورن فلاور والملح حسب الرغبة. راح أحط اللبن على النار وأحرك كتير منيح لبين ما يغلي. بس غلى راح أطفي النار، ما لازم اللبن كتير يغلي. عجينة الشيش برك شويتها واللبن صار جاهز، صار وقت التقديم. راح أصف عجينة الباف باستري بالصحن، بعدين بدي أحط فوقه صوص اللبن وراح أزينه بالكزبرة الخضراء. صحة وهنا. تابعوني المزيد من الوصفات على اليوتيوب سويت سباي سيما، وأهلا وسهلا فيكم للاشتراك بقناتي.